ايه اللي احنا طالعين عليه ده؟ دوت الدرج العظيم. اوكي. تم تقسيمه لأربع مراحل. المرحلة الأولى بتتكلم عن الملوك، المرحلة الثانية بتتكلم عن الدور المقدسة اللي بناها الملوك، المرحلة الثالثة بتتكلم عن الملوك والآلهة، لأن الملوك هم اللي بنوا الدور المقدسة للآلهة. طيب عملوا ده كله ليه؟ علشان اللي هنشوفه في المرحلة الرابعة اللي هو الرحلة للخلود. الصور الملكية بقى بتورينا ما بين تماثيل الملوك، ما بين اللي قاعد واللي واقف لابس غطاء الرأس الملكي النمس، اللي الكبرى للحماية على الجبهة، اللي قاعد فيه ما بين رجليه بنشوف ديل الثور اللي بتمثل قوة الملك، تمثال الملكة حتشبسوت وهي بتمثل نفسها في شكل راجل، تمثال لراس أخناتون أول موحد في التاريخ المصري. آخر تمثال عندنا هناك بيورينا أحد الحكام اليونانيين وهو بيتشبه بالملوك المصريين ولابس التاج المصري، بس باين من ملامح شعره وملامح وشه حتى عضلات جسده إن هو مش مصري بالمرة. فأي حد كان بيجي يحكم مصر كان بيحكمها بنفس الطابع الملكي المصري، ما يقدرش يطلع بره الإطار اللي مرسوم ليه وإلا هيتم رفضه من الشعب. يجي الجزء الثاني اللي هو الديفاين هاوسز أو الدور المقدسة أو دور العبادة. ليه بنسمي المعابد البيوت المقدسة؟ لأن المعبد هو بيت الإله، وبيت الإله هو بيمثل مصر. مصر عبارة عن إيه؟ نهر النيل والبر الشرقي والبر الغربي والأرض والسماء ونباتات. فهو المعبد كان فيه إيه؟ كان فيه الأرض وفيه الأسقف اللي دايما بتتلون كالسماء باللون الأزرق وفيها النجوم، والعمدان لازم تاخد شكل النباتات على إن هي النبات اللي شايل السماء. فهتلاقي تيجان العمدان ما بين النخل وما بين البابايرس وما بين اللوتس. هنلاقي في المعابد برضو عندنا طاولات القرابين، المسلات اللي هي العمدان اللي بتنتهي بشكل هرمي علشان تعمل تواصل ما بين المعبد والإله في بيته في السماء. فالمعبد كان يمثل بيت الإله. المعابد المصرية القديمة كلها المدخل لحد آخر جزء فيها قدس الأقداس ما يبقاش في حاجة تعترضه، لأن نهر النيل مفيش حاجة بتعترضه. المعبد مقسم لجزئين، يمين المدخل وشمال المدخل اللي هو يمثل البر الشرقي والبر الغربي. طيب كل ده اتبنى علشان الآلهة. فهنلاقي هنا هو تماثيل لبعض الآلهة المشهورة في مصر القديمة، مثلا الإله حورس اللي قاعد جنب رمسيس الثاني راس براس مع رمسيس الثاني. الإله حورس طبقا للأساطير المصرية هو ابن الإله وحاكم الأرض، وكل ملك في مصر هو بيمثل الإله حورس على عرش مصر. الثالوث اللي في النص ده الإله بتاح ومراته سخمت وابنهم خنم، بس رمسيس الثاني حط نفسه في النص علشان يجبر الشعب على عبادته هو بدل الإله بتاح. هنلاقي عندنا هنا هو الإله أوزوريس مالك العالم الآخر وأبو حورس دايما بيمثل بشكل موميا حاطط ايديه على صدره. عندنا هناك برضو تمثال رمسيس الثاني وهو بيأله نفسه وبتقف وراه الإلهة إيزيس علشان تديله الدعم الكامل. آخر جزء موجود عندنا فيه اللي هي القطع الحجرية اللي ليها قمة دائرية دي كانت في معظم الأحيان بتستخدم في المعابد في مصر لأسباب عديدة، ومن ضمن استخداماتها كانت لتحديد الحدود وترسيم الحدود المصرية في الصحراء. فكان من النصوص اللي بتتكتب عليها تلك هي حدود أرض ابن الإله، إن كنت تحمل الطيبة في قلبك فتفضل بالدخول، وإن كنت تحمل الشر في قلبك فابن الإله سيتكفل بيك. ده نوع من أنواع لغة التحذير للأعداء إن هم يخشوا داخل الحدود المصرية. طب كل ده كان بيحصل ليه؟ علشان حاجة واحدة بس، رحلة العالم الآخر. زي لما بيجوا في قنوات ناشونال جيوغرافيك لما يجوا يتكلموا عن مصر يقول لك المصري القديم أهم حاجة كان بيعتقد فيها وأهم حاجة أنت ممكن تعملها إنك تموت عشان تبتدي الرحلة الأبدية. طب لما هيموت هيحصل إيه؟ هينتقل لرحلة ملهاش نهاية، رحلة الخلود. فابتدى إن هو يتعلم التحنيط ويحتفظ بالمومياوات بشكل أبدي ويقفلها جوه توابيت حجرية علشان الحيوانات ما تقدرش تهاجمها وتاكلها. وبعد كده ابتدى يطور من المقابر بتاعته لبنى أهرامات علشان يوصلها على طول بالعالم الآخر وبمكان الآلهة في السماء. ابتدى بعد كده يطور التوابيت بتاعته ويحط عليها أشكال المتوفى علشان تعمل إرشاد للروح لكي تتواصل مع الجسد في العالم الآخر. طيب
وبناء على ان هو عمل كل ده وصلنا في الاخر قمة التطور في بنى المقابر، ان هو يبني الاهرامات اللي هنشوفها بره الشباك اللي هناك ده، اللي اتصمم بالشكل ده عشان يدينا الانطباع ان احنا حطينا الاهرامات جوه المتحف.